انا جاي افكرك يا صاحبي اللي احنا موجودين في الدنيا دي ضيوف، وقعدتنا مهما طالت فهي في تقديرنا في الاخره يوم او بعض يوم. احنا قاعدين في الدنيا دي مستنيين ان احنا نرجع البيت، وبيتنا الحقيقي هو الجنه، فقولوا امين. وعشان كده انا جاي النهارده اعرفك ازاي تبني لنفسك بيت في الجنه. انا طول عمري اسمع حديث ان من عمل كذا ربنا سبحانه وتعالى هيبني له بيت في الجنه، بس السؤال الاهم هو انا لازم ابني لنفسي بيت في الجنه من دلوقتي؟ يعني انا لو طلعت فوق مش هلاقي لنفسي بيت لو انا ما بنيتش لنفسي بيت من دلوقتي؟ الحقيقه يا اصدقائي ان انت مش محتاج اي حاجه في الجنه، وبس مجرد اثبات لحضورك في الجنه. يعني تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى هيبني لك بيت في الجنه وهيدخلك النار؟ طب ازاي برضو ابني لنفسي بيت في الجنه؟ النهارده انا جايب لك 6 طرق من الاحاديث الصحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اولهم حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه. طب انا دلوقتي معيش فلوس ابني لله مسجد، اعمل ايه؟ تاني حديث على طول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى في اليوم والليله 12 ركعه تطوعا بنى الله له بيتا في الجنه. طب انا مش عارف ال 12 ركعه امتى؟ 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هم دول ال 12 ركعه. وثالث طريقه قال صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في رباط الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا. والمراء ده يعني الجدال، بس في ناس مستفزه يا مصطفى وبتستفزني، اعمل ايه؟ وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. على فكره بيستفزوني وبيخليني اطلع غضبي. وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. وخامس طريقه بقى قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله احد في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. مش عيب تبقى انت بنيت لنفسك بيت في الجنه وما تعرفش غيرك؟ بس كده، سلام.